نثمن كون بورقيبة أقام أسس الدولة الحديثة في تونس، وهذا إنجاز. وأنا أقول هذا الكلام من موقع من يشعر بأن الكثيرين من الذين يعارضون الأنظمة في وطننا الإسلامي لا يضعون في أذهانهم قيمة الدولة وإقامة أصول الدولة. هذا شيخ أمر معلش انت بتقول لي بورقيبة اقامت دولة اي دولة واصول دولة، وهو رجل ديكتاتور كما قال مزالي وكما قال اكثر من رئيس حكومة معه في شهادتهم معنا، كان الكل مجرد موظفين عنده. اي دولة تلك التي يحكمها فرد والكل خانع يغير ويبدل ما يشاء ثم نقول دولة حديثة؟ أنا لا أنازعك موقفك، لأني في نفس الموقف أنا ضحية تلك الديكتاتورية، وكثير من أمثالي إسلاميين وغير إسلاميين، وسبقنا العروبيون والقوميون والوحدويون. هل يمكن أن نطلق لفظ دولة على دولة يحكمها فرد بمزاجيته، أم أن الدولة هي مؤسسات؟ أين المؤسسات التي أقامها بورقيبة؟ شوف، بورقيبة أقام مؤسسات. أي مؤسسات؟ بورقيبة هو الذي نحت من فراغ مسؤولين سيروا الدولة، لكن طغيانه وظلمه واستبداده بالحكم لم يعطي نتيجة سلبية إلا بعد أن استمر ذلك ووصل به إلى حد الشيخوخة. هل تونس قبل بورقيبة يعني كانت دولة وائل واء؟ تونس قبل بورقيبة كانت دولة، لم تكن دولة بمفهوم الحديث، دولة قائمة. ما مفهوم الحديث للدولة؟ عفوا هنا، من مفهوم الحديث الذي جاء به بورقيبة؟ إذا أنت تقول الآن أن بورقيبة أقام دولة بهذه الدكتاتورية التي انتهت إلى ما انتهت إليه، فهذا مفهوم خاطئ للدولة. يا أستاذ أحمد، رجاء أن تفهمني، أنا لا أثمن دكتاتورية بورقيبة ولا ظلم بورقيبة ولا استبداده ولا غشمه، ولكن أقول بورقيبة عندما جاء لم يرث من أوروبا من فرنسا شيئا يساعده على التصدي للواقع الاجتماعي والواقع الاقتصادي. أنت تعرف أن البلد هل نجح في شيء بورقيبة؟ قل لي بورقيبة نجح في إيه؟ بورقيبة نجح فشل، اقتصاد فشل، أمن فشل، دمر البني آدم، دمر التعليم، دمر الهوية. إيه اللي جابه؟ بورقيبة نجح في قضيتين أساسيتين. القضية الأولى هي إشاعة التعليم، جعل في كل قرية مدرسة ومعلما. محتوى التعليم هذا نتفق فيه، لكنه أشاع مفهوم التعليم، وأصبح ثلث الميزانية ينفق على التعليم، وهذا شيء إيجابي في وطن عربي. في تلك الفترة كانت في بعض أوطاننا العربية عدد الأميين 50%. إيه مخرجات التعليم ونتائجه؟ سيدي، إيه مخرجات هذا التعليم ونتائجه؟ هذه الجحافل من اليسار واللادينيين والعلمانيين، هذه هي نتاج. هذا مدخول عليه، هذا مدخول عليه. الخطأ في الذين لم يستغلوا هذه المؤسسة التربوية ليقدموا مضمونا يكون مرتبطا بواقع البلد وبثقافة البلد. لكن بورقيبة أنجز على مستوى التربية والتعليم، وأنجز على مستوى الصحة وإشاعة الصحة.